أنجز الجاتو مشان عيد ميلاد بنتي. كيف نحطها على المصة تبعيتها. شو ممكن الجناب ساوية هون شوي. صار جاهز هيك. هلا زينة زينة بالشمع تبعت من السنوات. هاي بنحط لها شمعة هون بالنص. طبعا هاي بتيجي بدل ما نحط 8 شمعات بنحط شمعة واحدة رقم 8 خالصين. طبعا كمان بدي اسلم عليكم، بدي اقول لكم شو اخباركم، ان شاء الله كلكم بخير واموركم بخير. الفيديو ما عملته هيك كامل، بس هيك مثل ما بيقولوا رؤوس اقلام يعني، عشان فرجيكم كيف. هاي كمان بتجي هيك جاهزة، كمان بتجي هاي تبع سنة حلوة يا جميل، هابي بيرثداي. بنحطها هون فوق هيك بالشكل هاد. طبعا لاقون في فراشات، جايبين فراشات بسكر من الفراشات هاي، شايفين ما احلاها. هاي بتيجي سكر فينا نعملها. طبعا فيكن تلزقوها لزق، فيكن هيك تشكوها شك هيك مشان تجي بشكل هيك حلو. هاي تانية هون مثلا. تجي عنا كمان وحدة، هي بتحب الفراشات لأنه مشان هيك عم نعملها كلهم فراشات بالشكل هاد. فينا نحط مثلا وحدة هون لزقة هيك، طلع وحدة هيك مثلا. في وردات يعني هيك شي خفيف. هذا القالب سهل يعني مانو صعب كتير. طبعا هاي الفراشات بتتاكل، هاي يعني هاي سكر مقصى هيك جاي، الفراشات هاي بتتاكل يعني. شو حبايبي، هيك جهزنا الطاولة مشان عيد ميلاد. هلا هيك رح تجي فراشتنا كمان هيك. شلون جيتها اليوم عيد ميلادها. يعني شي خفيف بسيط، شغلات صغيرة، المهم شي يكون هيك تعطي جمالية ومشان الأولاد ينبسطوا ويفرحوا. شغلات بسيطة. صرنا نعمل كمان شوية ذرة، ونشوف كيف راح تصير. حبايبي بتمنى لكم أيام سعيدة، والله يخلي لكم أولادكم إن شاء الله. لا تنسونا بالإعجاب وتعليقاتكم الحلوة. سلام يا حبايبي.